يا جماعة اسمعوني يا ودي، سمعتوا بيه السيد متاع القصرين ولا؟ يا كنت موافق، كنت سير البوزيسيون باهتة. شنيا حكاية السيد تاع قصرين؟ يا قول لنا. يا بي ثم واحد في القصرين صنع صاروخ، تعرف شعملوا له؟ شقلت بات صنع صاروخ؟ ما تقوليش تكيفوا مع الجماعة يا بنتي، يا ليتها يا بي، يا بنتي السيد هذا صنع صاروخ في بلاصة ما يوسموا له ويعطروه ويفرحوا بيه، تعرف شعملوا له؟ هاود برسمه كبات لحظة. تا واحد مثلا شدوه عمل صاروخ، واش تحب يعملوا له؟ بلا يقول لي ترى انت تقول ليش تحب يعملوا له؟ يخلوه يتكيفوا ومن بعد يشدوا في بلاصته هما عام ويخلصوا الفيسبا بيان سور يعدوه للحبس، ماله هو الشيء. يا ودي لا يا مولدي، يا ودي مش صاروخ تكروري، صاروخ اللي يطير هذاك، صنع صاروخ وحده في داره، عداوه على المحكمة. وتعرف شو عداوها له القضية؟ ها خوي واش عدوها له؟ ترى محاولة طيران ولا محاولة زعزعة الأمن متاع روسيا والسيشان والبلقان؟ بلو خيش عدوها له. يا ودي تضحك يا مولدي، تعرف شو عدوها له؟ الافراط في التفكير. معناها السيد كيفاش وصل يفكر باش عمل صاروخ لازم يشد الحبس، والقضيه شنيا؟ الافراط في التفكير. شنو قلت هذاك درس حنينه واحد صنع صاروخ عداوها له افراط في التفكير. قداش فريكونتاسيون؟ بالله يا امي قالوا ما تدخلش روحك تو انت زعما غايضتك هالافراط في التفكير. خيط الهاب بالموحش نتاعك انت وخليك غادي. هاي واسمعني يا باهي، وين وصلت حكايته تو؟ يا ودي ما عنده وين وصلت، موقف في بالكم من تو، ردوا بالكم لو تفرطوا في التفكير. مثلا كي تمشي للقهوه ويقول لك السيرفور قداش من طابع سكر، من غير ما تقعد تخمم برشا، يقول له اللي تعملوا مبروك. فما شكون كيف البارح في قهوه الروج خذا اكسبريس قال له السيرفور قد تحب فيها سكر، قعد يخمم 30 سكوند هو كيكه وزدوا عليه ستيب وهزوه. قالوا له الافراط في التفكير، مادام تفكر في السكر معناها عندك نوايا اخرى. يا ودي ردوا بالكم تو. يا ولد تحب نحكوا بالرسمي وما فيناش، قسم بالله انا بدي قبل كنت في البريمان بريد السكوندير، كنت في الثانوي فهمتني، هذاك عليه ما كملتش قرايتي. خويا نعرف عليه انا ننجح بعد مثلا موين مزيان، يعدوا لي فرط في التفكير، هذاك عليه انا قلت ما غير ما نفرط تفكيري في الدراسه خرجت منها كيك، هذاك عليه فهمت يا مولدي. ها خي والله عال كيف عجل ذاكنا مادام عملوا حكايه الافراط في التفكير، نا باش نولي نغش في الشوانط. كي يقولوا لي شبيك تغش قول ما حبيتش نفرط في التفكير، عجل مثلا نخرج دار مزيانه تعد ولي فرط في التفكير على الحبس، نولي نام بالفط باش نبدا قانونيا مكفري. علاش سبا هلك نسيان برسا حنينا قص عنا سايس خوك، لا تفوت 3 دقايق وشويه عدونا حتى احنا افراط في التفكير وفت هلك نسيان. سايس خوك